عمرك فتحت انستجرام لدقيقة وفجأة لقيت نفسك عديت ساعتين وانت بتسحب الشاشة بلا وعي؟ لو ده بيحصل معاك فانت للأسف واقع في فخ خطير اسمه إدمان الدوبامين. ما هو الدوبامين؟ الدوبامين هو مادة كيميائية في دماغك مسؤولة عن التحفيز والمتعة، مش مادة شريرة زي ما ناس فاكرة. لكن المشكلة بدأت لما السوشيال ميديا استغلتها ضدك. كل إشعار، كل لايك، كل فيديو قصير بيطلق جرعة سريعة من المتعة تخليك ترجع للتطبيق تاني وتالت ورابع. كيف يؤثر إدمان الدوبامين على حياتك؟ الإدمان بيخلي دماغك يطلب متعة لحظية طول الوقت، والنتيجة؟ فقدان تركيز، إحساس دائم بالملل لو مفيش موبايل في إيدك، صعوبة رهيبة تبدأ أي مهمة محتاجة تركيز، ودماغك بيتعود إن المتعة لازم تكون سريعة، وده بيخليك عاجز عن الصبر أو الالتزام بأي هدف طويل المدى. كيف تعرف إنك مدمن على الدوبامين؟ ببساطة، لو بتقضي ساعات على السوشيال ميديا بدون ما تحس، لو مش قادر تبدأ يومك من غير موبايل، أو لو بتحس بالملل بسرعة لما تفصل النت، يبقى دماغك فعلاً مدمن. كيف تتغلب على إدمان الدوبامين؟ في 4 خطوات، لو جربتها أسبوعين بس هتلاحظ فرق كبير. الوعي بالمشكلة، راقب وقتك، شوف قد إيه ساعات يومك بتروح على الموبايل حتى لو بتكتب الرقم في ورقة. 2. إزالة المحفزات، احذف التطبيقات من الصفحة الرئيسية، خلي دخولك ليها أصعب شوية، الحركة دي لوحدها ممكن تقلل استخدامك 30%. 3. الدوبامين ديتوكس، خصص يوم واحد في الأسبوع من غير شاشات، اقرأ، امشي، أو اقعد مع نفسك، هتحس إن دماغك بدأ يهدى تدريجياً. 4. عادة التركيز العميق، ابدأ بعادة صغيرة، ركز 25 دقيقة متواصلة في مهمة بدون موبايل، مع الوقت هتلاقي تركيزك بيرجع بقوة. هل الحل إن أبتعد عن السوشيال ميديا نهائياً؟ لا، الفكرة مش إنك تمنع نفسك من المتعة، لكن تتحكم فيها. أنت اللي بتستخدم السوشيال ميديا، مش هي اللي بتستخدمك. دلوقتي القرار في إيدك، هل هتفضل أسير لجرعات المتعة اللحظية؟ ولا هتستعيد سيطرتك على وقتك وحياتك؟ اكتب لي في التعليقات، هتحسيت إنك مدمن على الدوبامين؟ وإيه أول خطوة هتبدأ بيها من الخطوات اللي قلناها؟ خلينا نشارك تجاربنا ونساعد بعض نرجع نتحكم في دماغنا.